بابا أنا بيان سنود ثبتا جارتي سمرتة مرتأتشيس جارتي تيتي هي كانته إلا بالنية يوني في أقودا أنا فيتمو والرخيصا فيتجتون هي كان يتملئ يوغوس لما أنا فيتمو والرخيصا رفيتا أقوت يتو والرخينيان الرفدا يوجد أما هي كحريكا غرغلتي جوغوسن آية وحدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهب وحدثني رمية بن التجيبي واللفظ أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد بن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الناشدة قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغيير أزواجه بيرا سامرة تجيسو توقما جميه بدأ بي أنا أنجم مريت فقال إني ذاكر لك أمرا أواتك كان سيدو بدا ولا عليك سرت تنجرات ألا تعجلي جرجرون حتى تستعمر أبويك هذا أبا خيتنا أنجم مريتت قالت قد علم أن أبوي دوبني جت دوغاني بيخجت هذا أبانكو لم يكونا ليأمراني بفراقه سبيل ديم نانجاني قالت ثم قال إيجا ناني جت إن الله عز وجل قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين نمتعكن وصرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما قالت فقلت في أي هذا سامر وبيا ميخنا الراخم كيستين هذا أبا خيام مريت دانجيني فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة أنكن ربي رسول من آخرات فدا قالت ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت آية حدثنا سريج بن سنتنا عباد بن عباد بن ناس من معاذة الأدوية ناشطة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرات منا بعد ما نزلت ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء فقالت لها معاذة فما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنك قالت كنت أقول إن كان ذاك لي لموسرات على نفسي وحدثنا الحسن بن إسحاق بن مبارك أخبرنا عاصم بهذا الإسناد نحوه باتي المبارك قدا خانز أباب بن أبا قدا حدثنا يا ابن التميمي أخبرنا عبسر اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي مسروق قال عائشة قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعده طلاقا وحدثنا ابو بكر بن شيبه حدثنا علي بن مسلم عن اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي مسروق قال ما ابالي خيرت امرأتي واحدة وان بدت جارتي يا مراتكيسه مراتك او 100 او 1000 تكاو خما بعد ما ان تختارني إيه أنا مرة تتلا لخنو ولقد سألت عائشة فقالت قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا نمرة تجين سني كتي يتي كانتاني حدثنا امام بن شهر حدثنا امام جعفر حدثنا شعبة عن عاصم بن الشعبي مسروق ناشط ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه فلم يكن طلاقا واتني نساء بن نصر بن عبد الرحمن بن سفيان عن عاصم لا والنساء النبي خالد الشعبي مسروق ناشط قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعده طلاقا حدثنا يا ابن ابو بكر بن شيبه ابو كريب قال يا اخبرنا وقال الاخر حدثنا ابو معاذ لا بشر مسلم مسروق ناشط قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعددها علينا شيئا وحدثني ابو الربيع الزهراني حدثنا اسماعيل بن زكريا حدثنا الأعمش عن ابراهيم بن الاسود ناشط وعن الاعمش عن مسلم عن مسروق ناشط بمثله باتي اسماعيل جلخايا خان أماس أبو معاوية جل خيسان وحدثنا زهير بن حدثنا روح بن وابد حدثنا زكريا بن اسحاق حدثنا ابو زبير بن جابر بن عبد الله قال دخل ابو بكر يستاذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابي لم يوزن لآد منهم قال فوزن لأبي بكر فدخل ثم أقبل عمر فاستأذن فوزن له فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا أولو نساء واجما ساكتا ما فسر أسالة إنجيجو قال فقال لا جابر كجي فقال لا أقولن شيئا فقال عمر نجي أنا واتكان جاجي أديك النبي صلى الله عليه وسلم النبي قفل كيس فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة وصو انت الخارجة قرتي قالت إن فقط فقلت إليها نقافتين اتلافاخ إيه فوجعت أنقها برمسير رجد كمن نقافت تجئتي وصو قرته فديك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوسي رسول الله قبلني وقال هن هولي كما ترى يسأل من فقط ونو جرقني سنمدي تتعا
أكما قرت غنت مصروفا نقافة جنين فقام أبو بكر إلى عائشة يجوع عنقها أبا بكر عائشة لفاخي مرمسير على الجدول فقام عمر إلى حفصة يجوع عنقها كلاهما يقول تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ليس قافتني عنده ورسول بران قبله فقلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده ثم اعتزلهن شهرا أو 29 ثم نزلت عليه هازلات يا أيها النبي كل أزواجك حتى بلغ للمحصنات منكن أجرا عظيما قال فبدا بعائشة فقال يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشير أبويك قالت وما هو يا رسول الله فطلع عليها الآية قالت أفيك يا رسول الله استشير أبوي بل اختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسأل الله ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت قال لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها إن الله لم يبعثني ربنا نرجنا جنين معنتا نمم قرار رامج جاتتها ولا معنتا جيجون نما مجتيستها ولا متعنتا خمجت علما بربادتها ربنا نرجنا عائشة نكم جت جنيو نقافة كنو عائشة ربي رسول الله من آخر مرات التنمان جاني دبر ولكن بعثني معلما ميسرا نما برسيس خنا ما لافظ تان نرجيني باب في الإيلاء واعتزال النساء باب أنا خختي سبيل راختني بلا رفقاتشو وتخييرهن إنسان ما سمرت تشيسو وقوله تعالى وإن تظاهر عليه وتخييرهن مرت توساني جيجو أكبر يبدو بدسوني حدثني زير بن حدثنا عمر بن يونس الحنفي حدثنا كلمة بن مارين السماك بن أبي زميل حدثني عبد الله بن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه قال دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحساء نموج الجمال لفتت مجي ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب لان قردت لجيمني فقال عمر فقلت لأعلمن ذلك اليوم عمر أرد بيت النمان برجي قال فدخلت على عائشة فقلت يا بنت أبي بكر أقد بلغ من شأنك صبري تترانيكي أن توزى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت مالي وما لك يا ابن الخطاب سنة في اعتمال ولي قبل يا المخطب عليك بعيبتك كلمتين دي مكور سنان جتجي قال فدخلت على صفد بنت عمر فقلت لا يا أفسة أقد بلغك من شأنك أن توزى رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك ولو والله أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت أشد البكاء فقلت لا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هو في خزانته في خزنته يجون عند خزنته في خزانته في المشروبة خزنة إسا قال خيس التتات برجرة فدخلت فإذا أنا برباه مجاتو قرباء خجرين أركجي غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على أسقفة المشروبة وري قال سنير رتايا مدلل رجليه على نكير سلمة من خشب مقراتير وهو جزء يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينهاجره بفوتك رسول الله ولين كرويجو فناديت يا رباه جيت تللبي استاذن لي انت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل رباه الغرفة ثم نظر الي فلم يقل شيئا ثم قلت يا رباه استاذن لي انت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل رباه الى الغرفة ثم نزل الي فلم يقل شيئا ثم رفعت صوتي فقلت يا رباه استاذن لي انت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني اظن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن اني جئت من اجل افسد والله لئن امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها ورفعت صوتي فأوموا إلي نركه خرنا انجي فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على سرير فجلست فأدنى عليه افرق قدي بسجي إزاره مرتوسا وليس عليه خيره وإذا الأسير قد أثر في جنبي فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بكبدة من شعير ناوي السعي ومثل خبرتك خضر براته قرضا في ناحية الغرفة أما سنجست كما سواتو مقا مناجرت وإذا فيكم معلق أقوغنا قوغاتو قرر الرأي قال فابتدرت عيناي اجيتو ممن قال لك ابتجي قال ما يبكيك يا ابن الخطاب ما تسبوش يا المخطب قلت يا نبي الله وما لي لا أبكي سمعت ناسبة خليل بوني وهذا الأسير قد أسر في جنبك سيلاني كان سيقولي وهذه خزانتك خزناتيتي
لا أرى فيها إلا إذا كيست نارا تنقر وين أركتنا مليلا وذاك قيصر كل وكسرى جرس كيسري كسرى في الثمار والأنهار ملاني في لقن كيس جرني وأنت رسول الله صلى الله عليه أتير وسلم كما وصفوته ربيتي جال اللي ربيتي وهذه خزانتك أزنان تكنا كل لا تنافين بوي إنجي فقال يا ابن الخطاب يا لا ابن ترضى الخطاب أن جي. تقول لنا الآخرة ولهم سنة الدنيا آخران نوتاتي ورمسول الدنيا توم فيتو جي قلت بلى نين فدا قال ودخلت إليه دخلت نين سيني جوجون سر سينو وأنا أرى في وجهي الخدب عالم فولا ساخي ستر آراركم فقلت يا رسول الله ما شكوى لك من شأن النساء آية فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا أبو بكر والمؤمنون معك وقل ما تكلمت دوبا نتكاتا جي أوان دبني وأحمد الله بكلام ربين فارسا دبي تكان دبني جي إلا رجوت أن يكون الله يصدق قول يوم الذي كجيل ملي أقول ربين جتشقيا تقوم سور ونزلت هذه الآية آية التغيير عسى ربه إن طلقكن أن يبدل أزواجا خيرا منكن وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولى وجبريل وصالح المؤمن والملائكة بعد ذلك زهير وكان عائشة بنت أبي بكر واسة تظاهران إلى سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أطلقتهن قال لا قلت يا رسول الله إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بلسا يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه أفأنزله فأخبرهم أنك لم يطلقهن قال نعم إن شئت فلم أزل أحدثه حتى تحسر الخدب هنگا عاربنا فودا متيا أو وجهه رسول الله وحتى كشر هنگا سيكت فدايكا نخف لجي وكان من أحسن الناس صخرا نبين كي يرغاري نماتي جي خارو دان ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم ونزلت آية فنزلت نديم بيجي أتشبث بالجذع نفوسهم ككبچا ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كأنما ربي موني يمشي بي على الأرض ما أكنما يمشي بيده دجير ديمو أركان اللي واتكن تكجي فقلت يا رسول الله إنما كنت في الخرفة دوبا تخطاتي الله خيست 29 جادي تمي سقل إنجيل قال إن الشهر يكون 29 فقمت على باب المسجد فناديت على صوت لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه ونزلت هذه الآيات وإذا جاءهم أمر من الأمر والخوف أضاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فكنت أنا استنبطت أنا استنبطت ذلك تؤمن الأمر بربادجي وأنزل الله عز وجل آية التخيير أكسر ربي بوسيجي حدثنا هارون بن سعيد حدثنا عبد الله بن ابي بن سليمان يعني ابن بلال اخبرني يا حيا اخبرني عبيد بن هنين انه سمع عبد الله بن عباس يحدث قال مكثت سنه وانا اريد أما تكون تا إجي على ننفدو انا سال عمر بن الخطاب عن آية عن آية آية تقرأ وما استطيع ان اسعى له هيبة له نيجي صدا ساتي حتى اخر حاجا هنگا جيبوت فخرجت معه فلما وجيني رجع بي. فكنا ببعض الطريق أقو خرا غري خراتا عدل الى الاراك لحاجة له آدي جلتجي لحاجة له في الجانب فوقفت له سافين دابدجي حتى فرق ثم سرت معه آية فقلت يا امير المؤمنين اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ازواجه فقال تلك حفصه وعائشه قال فقلت له والله ان كنت لاريد ان اسالك عن هذا منذ سنه فما استطيع هيبه لك قال فلا تفعل ما ظننت ان عندي من علم فسلني عنه فان كنت اعلمه اخبرتك قال وقال عمر والله وان كنا في الجاره مع نوت للنساء امرا حتى انزل الله تعالى فينا ما انزل وقسم لهن ما قسم آية ربي وانساني قوتي تيا قال فبينما انا في امر عثمان أنا أريد آتمره خيس جروتي آتمرو في ملك جروتي إذ قالت لي امرأتي ياتي دي أنا جتيا لو صنعت كذا وكذا كنا في كنا دليتي جتي فقلت لها وما لك أنت وقوزني سنجيا وما لك أنت وما لك أنت ولما هنا سيبي دبين دي مال ولي كبدنين جينيا وما تكلفك في أمر أريده مالتو سدير كتي أمري ننفد خيستين جينيا فقالت لي عجبا لك يا ابن يا الخطاب المخطب أجايب خي يتجي ما تريد أن تراجع أنت أتي دبي سيفان دي فتشون فيت يتجي وإن ابنتك لتراجع رسول الله أنت صلى الله عليه تجيتو وسلم بالرسول أفان نمدي فتيه حتى يذل يومه أنت خطبانا يا سناري أولد قال عمر فأخذ ردائي ثم وجوتي جنين أخرج بده غسين بيجي مكاني أقوسما حتى أدخل على حفصة أنكان سير سينوت فقلت لها يا بنية هاي أنت لتو إنك لا تراجعين رسول الله صلى الله عليه أفان وسلم نمدي فتا حتى يزل يومه أنت خطبانا يا ساري أولد فقالت حفصة والله إنا لنراجعه جتجي. فقلت تعلمين أني أهزرك أنسين صداچسا عقوبة الله وخدم وقالت رسوله ربي. يا بنية لا آر رسول ستيارو يا بنية لا تغرنك هذه التي صدقين. أعجبها اسمها إسيرا بريدني سي أجايب سيستولا إسين بريدني سي أجايب سيستون سنتقيني
أنا كسيت جتة سندقيني يجت وحب رسول الله صلى الله عليه جالت وسلم رسول الله إياه. سندقي جيتو إسي أجايب ستو سندقيني جينيا ثم خرجت حتى أدخل لها أم سلمة لقرابتي منها فكلمتها فقالت لي أم سلمة عجبا لك يا ابن الخطاب قد دخلت لها في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجي قال فأخذتني أخذا نقب ديجي كثرتني كبي سنة جبسته عن بعد ما كنت أجد قريوانين الكورة كثرتني نجبسته جيتو عن بعد ما كنت أجده فخرجت من انتهاء إسي برانين بيجي وكان لي صاحب من الأنصار آية فإذا خفت أتاني بالخبر شريختكم كبجي خوقونا حفي كراتينا قبيله وإذا كنت خاب أنا آتي بالخبر أقول أنا في الناس إسان نافذ أقول إني في نافذ أبجي ونحن حين إذ نتخوف ملكا أقول من موتي ملوك تقصد خسارة نجي موتي خسانة راخنته ذكر لنا أنه يريد أن يسير أنا إلينا يديم فديتو ندبة ميجي فقد امتلأت صدورنا قمت منه تنجي سراغو تمتيجي استيا فأتى صاحب الأنصاري يدق الباب آية وقال افتح افتح فقلت جاء الخساري فقلت أشد من ذلك بوت تنرجب دو فجيجي اعتذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه رسول الله بير رافقاته فقلت رحم أنفسة وعائشة ثم أخذ صوبي ميانا مسافي فأخرج عائشة لفارين جيجي فأخرج حتى جئت فإذا آية. رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبة له يرتقي إليها بعجلة سلمان وخلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس درجتين آية فقلت هذا عمر فأذن لي فأذن لي أيامنا نفقد مي قال فعمر فقصدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فلما لبقت حديث مسلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لعلى حسير ما بينه وبينه شيء وتأتى راسي وسادة من دمه حشوها ليف وإن عند رجليه قرزا مدبورا ما واتو لك ومتتكا جرايا وعند راسي أهوبا أما سمتا سابر غوغا معلقة راراتي تكو جرايا فرأيت أثر العزيز في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم آية فبكيت فقال ما يبكيك فقلت يا رسول الله إن كسرى وكيسر فيما هما فيه وأنت رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترضى أن تكون لهما الدنيا ولك الآخرة آية وحدثنا ما بن سنتنا فنتنا حدثنا ما بن سنة أخبرني يا ابن سيد أن بيد بن مين أن ابن عباس قال أقبلت مع عمر حتى إذا كنا بمر الزهران إما مرة راسا كسمة دنبير آية حتى إذا كنا بمر الزهران وساق الحديث بطوله ساقا أما تقول آية فناوي يدي سليمان بن ولي خير أنه قال قلت شأن المرأتين قال حفصة ومسلمة وزاد فيه وأتيت الهجرة فإذا في كل بيت بكاء وزاد يد وكان آلى منهن شهرا فلما كان 29 نزل إليهن وحدثنا أبو بكر بن شيبة أجل أبو الله